عايزين نتكلم على على علي معلول. بصوا يا جماعه، علي معلول في وجهه نظري مش واحد، مش مجرد محترف، هو واحد من اهم المحترفين اللي دخلوا مصر بشكل عام، وفي اخر 15 20 سنه بشكل خاص. علي معلول بشخصيته، عقليته، احترافيته، احترامه، قبل ما يكون طبعا واحد من اجمد وامهر وافضل الباكات الشمال اللي لعبوا في مصر، بالباكج دي كلها حفر اسمه وحبه واحترامه في قلوب وعقول جمهور الاهلي، واقول لك كمان في قلوب وعقول اغلب الجماهير المصريه، لانه شخصيه محترمه. ما افتكرش غير مثلا موقف ولا موقفين بالكتير في الست سبع 8 سنين، ولا قد ايه قعد بقاله 8 سنين 9 سنين علي معلول في النادي الاهلي. 9 سنين دول ما هوش لعيب بتاع مشاكل، ما هوش لعيب بتاع لقطات، ما هوش لعيب مثير للاحتقان، هو لعيب مركز في الملعب، مؤثر جدا في الملعب، عنده شخصيه واحترافيه وعقليه بيصنع الفارق طول الوقت. فده اللي خلى علي معلول بقى ليه ماركه مسجله، بقى حافظ مكانه معينه في قلوب الجمهور الاهلاوي وعقول الجمهور الاهلاوي، وبقيت حتى الجماهير المنافسه بقت بتحترمه. زائد انه علي معلول اصبح واحدا من ابناء الاهلي، يعني بقى جمهور الاهلي بيتعامل مع معلول على انه واحد من ولادنا، انه يوصل يبقى بيرتدي شورت الكابتن، وانه يبقى واحد من اهم قائدي الاهلي. فبقى الجمهور بيتعامل معاه ده واحد من ولادنا، ده مش مجرد لعيب عادي. فالخلاصه في قصه معلول انه معلول يستحق خروج بشكل يليق بيه، يليق بتاريخه اللي عمله مع الاهلي، يليق بامكانياته، بشخصيته، بعقليته، باحترامه، باحترافيته، لانه فعلا واحد من اللعيبه اللي سابوا بصمه كبيره جدا 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 جوه فرقه الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. ولما تيجي تبص على مدار 9 سنين تشوف علي معلول كان مميز فيهم قد ايه، هتعرف يعني ايه لعيب محترف، يعني ايه لعيب تدفع فيه دولارات بجد. لان اللعيب المحترف لازم يكون جاي فارق عن اللي موجود بكتير. انا افتكر علي معلول اول ما جه وقال لك ازاي رايحين يجيبوا باك شمال محترف، طب ازاي ويعني وهيعمل ايه؟ علي معلول اثبت ان لا، انت جه ناس وعدى ناس وراح ناس وجم ناس، وعلي معلول مفيش حد عارف يقرب من مكانته جوه فرقه الاهلي. وبالرغم من ده ما كانش بيؤثر على مستوى. ساعات لما تبقى لوحدك مفيش منافس قوي ليك، ده بيخليك ترحرح والدنيا. لا، علي معلول فترات هبوطه في مستواه اقل بكتير جدا، وممكن تكون لا تذكر وسط الفترات اللي مميزه اللي كان واصل فيها للتوب فورم والبيك بتاعه. كان دايما عنصر مؤثر في فرقه الاهلي. عشان كده دايما بقول الكتالوج اللي تقيس عليه وتجيب بيه المحترف اللي تدفع له فلوس وتدفع له دولارات هو علي معلول. قيس على الكتالوج ده.